سيميوني يندب حظ أتلتيكو بعد خسارة برشلونة. طرد نيكو غونزاليز غير المباراة، وإلغاء بطاقة مارتين كان قراراً مثيراً للجدل. خرج المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني بتصريحات نارية عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها فريقه أمام برشلونة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب الرياض إير متروبوليتانو ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني، مشيرا إلى أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي واضح غير مجرى المباراة بالكامل. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة بدا المدرب الأرجنتيني محبطا للغاية، معترفا بأن فريقه قدم مباراة كبيرة، لكن القرارات التحكيمية لم تكن في صالحه، خاصة طرد نيكو غونزاليز في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، والذي اعتبره نقطة تحول حاسمة في اللقاء. سيميوني: طرد نيكو غونزاليز كان قاسيا جدا وغير عادل. قال سيميوني في تصريحات نقلتها شبكة كوبيا الإسبانية: لا أستطيع أن أتحدث عن الأداء فقط، هناك أمور أخرى أثرت في المباراة. طرد نيكو غونزاليز كان قاسيا جدا، اللاعب كان يحاول اللعب على الكرة، والبطاقة الحمراء بهذه السهولة غيرت كل شيء. وأضاف المدرب الأرجنتيني: لعبنا 50 دقيقة ب10 لاعبين، وهذا أمر صعب جدا أمام فريق بحجم برشلونة. كنا نستحق نتيجة أفضل، لكن كرة القدم لا تمنحك دائما ما تستحق. اعتراض على إلغاء بطاقة الحمراء لجيرارد مارتين: لم يتوقف سيميوني عند طرد نيكو غونزاليز فقط، بل أشار أيضا إلى قرار الحكم بإلغاء بطاقة الحمراء التي أشهرها في وجه مدافع برشلونة جيرارد مارتين مطلع الشوط الثاني بعد العودة لتقنية الفيديو. وقال سيميوني: هناك قرارات كانت لتغير شكل المباراة تماما. إلغاء بطاقة مارتين الحمراء كان قرارا مثيرا للجدل، اللاعب كان متأخرا وتدخله كان عنيفا، لكنهم عادوا وألغوا البطاقة. أتمنى أن يكون هناك معايير ثابتة في مثل هذه الحالات. لا أريد الحديث عن التحكيم كثيرا لأنني قد أقع في مشكلة، لكن من الواضح أن القرارات أثرت على نتيجة المباراة. الفارق كان واضحا عندما لعبنا ب10 لاعبين طوال الشوط الثاني. أتمنى أن تكون هناك مراجعة لمثل هذه القرارات في المستقبل. إشادة بأداء فريقه رغم الخسارة. رغم الغضب من القرارات التحكيمية، لم يبخل سيميوني في الإشادة بلاعبيه، مؤكدا أنهم قدموا مباراة كبيرة أمام بطل الدوري. وقال: أنا فخور جدا بلاعبيه، قدموا مباراة كبيرة أمام فريق يمتلك أفضل اللاعبين في أوروبا. السيطرة على برشلونة ليست بالأمر السهل، وأظهروا شخصية قوية طوال 90 دقيقة. وأضاف: حتى بعد الطرد كان لدينا فرصة لتسجيل هدف التعادل، لكن كرة القدم كانت قاسية علينا اليوم.